هعمل معاكم النهارده فراخ مشويه في الفرن بتتبيله حلوه جدا وسهله وسريعه وتنفع جدا للعزومات. معايا بقى علبه زبادي كبيره وعليها عصير ليمونه تكون مليانه ميه كده، وعليها كمان بصلايه كبيره مبشوره، هحط عليها رشه من الملح وهسيبها تتصفى لغايه ما تنزل الميه بتاعتها خالص. ومعايا نص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من البابريكا ومعلقه من الشطه. طبعا لو حابين تستغنوا عنها مفيش مشكله، بس ما ينفعش نستغنى عنه الكاري هنحط بقى منه معلقتين، يعني لو كل حاجه بنحط منها معلقه الكاري هنحط منه معلقتين. ومعايا كمان نص معلقه من الزعتر المجفف ونص معلقه من البصل البودر والثوم البودر وربع معلقه من القرفه. ومعايا بقى معلقتين من الدبس الرمان بيديها لون ولمعه حلوين جدا. وعليهم طبعا بقى الملح، ممكن نكتر الملح شويه وطبعا على حسب الرغبه. وعليها كمان معلقتين من الصويا صوص الفاتح. كده معايا التتبيله جاهزه. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض كده ونتاكد بقى ان مفيش اي حبيبات من الزبادي او الليمون او اي حاجه، لازم نفضل نقلبها لغايه ما تبقى معانا كده صوص ناعم خالص. جبت بقى الفراخ بعد ما غسلتها وصفتها كويس جدا، هنشفها كمان. الطريقه ديت بتخلي التتبيله تمسك على الفراخ وتخش جواها وتستفاد منها ومن التتبيله كويس جدا، لكن لو فيها ميه بيبقى عامله عازل ومش بتستفاد بالتتبيله كويس. هجيب بقى السكينه واحاول ان انا افتحها فتحات بسيطه كده عشان كمان التتبيله تدخل جواها. هغطيها بقى كده بستريتش، اهم حاجه تتغطى عشان وشها ما ينشفش، وادخلها التلاجة لمده ليله كامله. بعد كده بخرجها بقى، بجيب معايا صينيه بحط فيها الاقماع ديت، دول موجودين ومتوفرين عند اي محلات بتاعه المستلزمات المنزليه، ولو مش موجودين او مش متوفرين ممكن نجيب الكان بتاعه البيبسي ونفضيها ونحط فيها الفراخ بالشكل ده. الطريقه ديت بتضمن لنا ان الفرخه بتبقى مشويه من كل اتجاه وبجد بتبقى عامله زي الجاهزه بالظبط. نزلت بقى عليها التتبيله وهكون طبعا مولعه بقى الفرن على درجه حراره 200. طبعا ببقى مولعه من تحت بس مش بولع الشوايه خالص. قبل ما ادخل الفراخ لازم يكون الفرن ساخن كويس جدا، يعني على الاقل اكون مشغلاه قبلها بربع ساعه. وبعد كده بنزل بقيه التتبيله وبدخله الفرن كده الاول الصينيه عشان ما تلسعش، وبعد كده بصب بقى ميه بتغلي كده من الكاتل، او لو انتوا عايزين تسخنوا ميه على البوتاجاز عادي وبتملوها كده. لو في نص الوقت الميه نشفت لازم نكمل ميه تاني، لان الميه البخار بتاعها بيسوي لنا الفراخ وبيخليها لنا طريه جدا وجوسي كده والطعم خطير. جربوها هتعجبكم جدا وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.